طيب الصوت ليه عمر؟ أم، سواء بقى إذا مم. كنت ببتدي من وأنا صغيرة أو ببتدي من وأنا كبيرة، أو الصوت نفسه ليه عمر لو أنا كبرت، هل أقدر أطور ستيل في صوتي؟ يعني ده سؤال جيد جدا، وبيتفتح الموضوع ده كتير في ورش العمل لما بنعمل جروبس، لانه بيجيني ناس من اعمار مختلفه وكمان ليفلز مختلفه، مستويات مختلفه. هو الصوت نفسه ملوش الاحبال الصوتيه مالهاش عمر. اوكي، انا بعد سن البلوغ بيفضل طولها هو نفس الطول لحد اخر يوم في عمرنا. أوكي. ومفيش حاجه فيها بتضعف. اوكي، ايه اللي بيتغير واحنا بنكبر في السن؟ عضلات النفس وطاقتنا، دي اللي بتتاثر لما بنكبر. بتلاقي احنا مثلا انا مش عايز ادي سن الناس تحس انه كبير او كده، بس عند فتره معينه بس نبتدي نحس القومه بتاعتنا متعبه، مفصلاتي بتوجعني، حركتي تقلت، طلوع السلم بقى اصعب. ده لانه الجسم نفسه بيضعف او بيتعب. لكن عمليه الصوت وعمليه الغنى، العضلات اللي فيه محدوده، نقدر ان احنا نعيد تقويتها تاني، ان احنا نصحيها تاني. فممكن اعمل ده على القاعد، وانا قاعد ممكن اغني وانا نايم. يعني ما هو زي مثلا مغني دايما يقول لك عشان تغني مظبوط لازم يبقى في قاعده معينه وقفه معينه، ده هراء، ده مش صحيح، مفيش حاجه اسمها كده. لانه طب شايف انت جاي تهدلنا كل المعتقدات اللي احنا حافظينها، مش فاهم. معلش بقى، اديني فرصه انفس عن اللي بسمعه. كل اللي احنا حافظينه بتقوله. بس يعني هو مغني الاوبرا، طب بيعمل ايه؟ طب ما هو ده بيمثل وبيغني. مثلا مشهد اللي هو فيه نايم على الارض بيموت وصوته واصل لاخر كرسي قاعد في الاوبرا بدون مايكروفون، مفيش حاجه اسمها وقفه او بوستشر او كده للغنى. فاللي بيكبر في السن يقدر يعمل ده وهو قاعد، يقدر يعمل ده وهو واقف براحته. بس بشتغل معاهم على ايه؟ يعني انا بشتغل مع ناس عندها 70 سنه و 80 سنه، وساعات بيقولوا انا نفسي ابتدي النهارده اغني. فعادة بيبقى الصوت ايه مع العمر المتقدم، انه بيبقى صوت شيكي مهزوز، في كده هوا زيادة، الفوليوم قليل وكده. ده ملوش علاقة بالأحبال انها ضعفت، هو ليه علاقة انه العضلات اللي هنستخدمها بس نصحيها ونقويها، عضلات النفس. فأول لما بيلاقوا التواصل والكونكشن ده، يبتدي الصوت يحصل ويبتدي المونستر يطلع في أي عمر. فلا هو ملوش عمر وملوش موهبة كمان. مفيش حاجة اسمها يعني موهبة الغناء. يعني ايه موهبة الغناء؟ مش فاهم. دي يعني كده حد بيعرف يغني، بيسمع، بيعرف يدندن، بيعرف يقول اللحن صح ماشي، كل ده يدرس، مش بتتولدي بيه. كل ده بنشربه واحنا صغيرين. يعني مثلا احنا على جيالنا احنا، يعني انا النهارده انا 46 اهو. على وقتي ما كانش فيه يعني الاكسبوجر قوي للحاجات الا من خلال مثلا الراديو، ان انا اسمع اسطوانات موجوده فممكن اسمع فيها، وكل واحد بقى او مثلا حد في العيله بيلعب آلة مثلا او بيغني. فكل عيله وحظها، كل طفل بيكبر هو وحظه تواجد في ده او لا. فبتلاقي فعلا ناس كبرت بتعرف تغني، في ناس لا ما بتعرفش، ما عندهاش الاذن الموسيقيه. الاذن الموسيقيه هي مش ما تعرضش لده. ممكن، لكن هم فيش اورجن معين في الجسم هو اللي بيعرف يخليك تغني او لا. انت عندك حنجره وعندك ود، عندك مخ، عندك رئه، بس مش عايزين حاجه تاني. يعني هو نقدر نغني. بس ببتدي بقى أشربك يعني إيه موسيقى، إنه إيه العلاقة، يعني إيه نوتة وطبعة، وإيه العلاقة ما بين النوتة دي والنوتة دي، يعني إيه صعود وهبوط. فيبتدي يفهم إنه ده في حاجة طبعة، وإن طبعة دي اللي بسمعها إزاي أقدر أقول زيها. فبناخده ممكن استخدام مثلا سوفت ويرز بس فيجوال، انه اوريه صوته فين على الشاشه فيقدر يعرف ده انا النوتة الطبقه اللي انت لعبتها هنا، وانا هنا فوقها او تحتها، فوريه ازاي يطلع وينزل. فاول ما يفهم انه في صعود وهبوط وان انا اللي بسوق ده،
يبتدي يربط انه اوكي يعني انا لازم اسوق صوتي انه يغني طبقه محدده، وبعد كده نغني كذا طبقه، فنخلق حاجه اسمها لحن، وانه اللحن ده مكون من مسافات موسيقيه مرتبطه ببعض. فانت كل ده بتدرسه. فهو علم، لكن ما فيش جين معين نقول عليه انه ده مولود بيعرف يغني او لا. في ابحاث بتعمل مثلا على توينز، ايدنتيكال توينز، حتى الجين وحتى النخاع يعني، وبعدين بيتفصلوا بعد الولاده، وواحد يتربى في عيله موسيقيه وواحد لا. او مين اللي بيطلع يعني؟ اللي اتربى في عيله موسيقيه انه يتاثر. فعشان كده النهارده الاجيال بتاعت النهارده معاها ايه؟ معاها انترنت ومعاها ديفايسز او اجهزه فتحلها العالم كله والاكسبوجر كله. فعندك زي السوشيال ميديا زي انستغرام، فيسبوك وتيك توك وكده، على طول الفيديوز اللي فيها اغاني. فالاطفال النهارده بتتعرض للاغاني اكتر بكتير جدا عننا. فالنهارده والفيوتشر والمستقبل اللي جاي مش هتسمعي موضوع عدم وجود الاذن الموسيقيه ده زي زمان خالص، لانه كله بيسمع، كله هيطلع بيغني لانه بيسمع وبيغني. يعني ده هم دلوقتي بيسمعوا اغاني مثلا بيبقى الفيديو فيه اغنيه من الثمانينات وكده، وبعدين الاولاد يقولوا لنا لما الاقي انا بغني سمعت الفيديو فدندن، ايه ده انت تعرف الاغنيه دي ازاي؟ دي لسه جديده ايه دي قبل ما تتولدوا. فهم بيتعرضوا الاغاني لحاجات موسيقيه طول الوقت. فالحته دي انا اعتقد مع الوقت هتختفي تماما، الفكر بتاع الاذن الموسيقيه. وبعدين المشكله كمان الموهبه، كلمه موهبه دي كلمه مطاطه ملهاش معيار. احنا ما نعرفش يعني ايه موهبه. احنا بنعتبر موهبه يعني حاجه انت اتولدت بيها. انا ما اعرفش ايه الواحد بيتولد بيه غير جسمه نفسه اللي اقدر استخدمه كموهبه. يعني لو انت طويل ممكن انت تبقى غالبا فولي بول بلاير ولا باسكت بول بلاير، بس ما هو في واحد قصير كمان بيلعب في الملعب اسمه بلاي ميكر، هو اللي بيعدي من رجلين الناس، ما هو ده موهوب هو كمان. انت بتقول ان كل حاجه بتيجي بالممارسه. كل حاجه اكواير، كل حاجه مكتسبه. اوكي، انا اقدر اتعلم واكتسب مهارات كتيره جدا. وقد ايه انا بقضي وقت في الحاجه دي، هو ده اللي انا بقول عليه الشغف. الشغف مش احساس ان انا حاسس وبحب الموهبه دي. احساسك ده ملوش علاقه. يعني هو الفكره انت بتوري الباشن ازاي، ان انت بتشتغل الحاجه دي، انا بتعب فيها. فهنا بيبان الباشن، انا بجتهد وشاغل بالي بيها جدا فبوصل. في ناس بتوصل اسرع من الناس التانية، بس في الاخر كله ممكن يوصل لخط النهايه عند وقت معين، وهي مش مسابقه. واللي بيوصل اسرع مش معناه انه موهوب، مش هي دي اللي اسميها موهبه. ممكن بيشتغل على نفسه اكتر. لان انا وانتي هنتفرج على لوحه مرسومه، فان جو، بيكاسو بتاع، وانا وانتي هنبص على اللوحه ونقول الله انتي اللوحه هتخليني اعيط، وانا اقول لك ايه الشخبطه دي يعني. ازاي مش فاهم حاجه. بس ممكن انا وانتي نتفق انه هي في امور فنيه في اللوحه حلوه جدا. معموله بشكل معين، الوان مثلا مستخدمه. انا وانتي ممكن نختلف على صوت مطرب من المطربين. ممكن مثلا نقول ام كلثوم مثلا ما بتكلمنيش، ما بتوصلش لقلبي، وانت تقولي لي ازاي ده. بس انا وانتي ممكن نتفق انه اللي هي بتعمله فنيا غير طبيعي. بتغني بشكل صعب جدا على كتير من الفتيات ان هم يغنوا زيها. صح، مش سهل عشان اقدر اغني زيها. بس ممكن اقول لك انه بس انا مش هشغلها وانا على الموبايل. انت مش هتستمتع بيها، بس حد تاني ممكن يستمتع بيها، لكن فنياتها بس الفنيات فهنتفق على شيء، لكن هنختلف دائما في الذوق. فلو انا بقول لك انه هي ما بتوصلنيش، انا ممكن اقول لك ام كلثوم مش موهوبه بهذا المنطلق. صح بس فحتى النشاز ما بقاش معيار احنا بنستخدمه في يقول لك المطرب ده او المطربه دي بتنشز كتير. بنستخدمها كمان كفليفر، كتطعيم، كعن قصد. وفي مطربين كتير جدا ده جزء كبير قوي من صوتها هو النشاز. بيبين ان هي كانها هاند ميد، انها طبيعيه مش مشدوده في الاستوديو بالاوتو تيون والحاجات دي كلها. فما بقاش ده معيار.